السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على سفرة وسام. النهاردة إن شاء الله هنعمل أسهل وألذ وأطعم مكرونة وأسرع مكرونة ممكن تعمليها. هي عبارة عن وجبة كاملة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية، فيها النشويات وفيها البروتين وفيها الخضار وفيها كل حاجة، وسهلة وسريعة وبسيطة وجميلة وسريعة جدا. وكمان تعملها كده في الشتاء كده بتدفي، لانها بتتاكل سخنة جدا جدا جدا. يعني لازم تغرفيها كده وتاكلي على طول زي ما انا بعمل كده. يعني انا عن نفسي ما قدرتش اصبر، كلت انا على طول. واتمنى ان انتوا تعملوها وتجربوها وتقولوا لي رايكم، لانها سهله وسريعه جدا وجميله زي ما انتوا شايفين، وفيها كل العناصر الغذائيه. يلا بينا على المقادير. معايا هنا حله على النار، نزلت فيها بمعلقتين كبار سمنه، وهنزل عليهم بكيس مكرونه من اللي هي الصغيره المقصوصه دي، وهفضل احمر فيهم. وعلشان اوحد اللون بتاعها وما تتحرقش مني، تبقى واحده متحمره واحده لا، بنزل عليهم بنص معلقه من الملح. يعني تحمير الشعريه او المكرونه او اللسان العصفور لازم تحطي رشه من الملح علشان توحدي لون التحمير. وبتفضلي ايدك فيها كده، والنار تكون وسط، يعني ما تكونش برضو النار عاليه قوي. زي ما انتوا شايفين كده، هنا خلاص اتحمرت معايا. هنزل عليهم ده عباره عن ربع كيلو لحمه متعصجه. يبقى ادي البروتين، يبقى معانا المكرونه النشويات، ومعانا اللحمه البروتين، وهنا معايا بصلايه متقطعه مكعبات صغيره. هشوحهم تشويحتين كده. ومعايا نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من البهارات المشكله او السبع بهارات. وهفضل برضو اشوح فيهم كده كده. بقى ريحه البهارات طلعت كده مع التحمير مع اللحمه مع البصل، الريحه خرافيه. ومعايا هنا فصين توم مهروسين، هديهم تشويحه خفيفه كده علشان المكونات كلها كده تتجانس مع بعض كده والريحه تطلع. يعني سهله وسريعه جدا. لو مستعجله، لو جايه من بره مستعجله، لو ما عندكيش وقت تعملي مثلا اللحمه كفته وبتاع، لا هي دي سهله وفيها كل حاجه. ومعايا هنا فلفل الوان، حوالي نص كوبايه فلفل الوان، بس ده كان متفرز، يعني ما كانش عندي فريش، ده متفرز. وكمان نزلت عليهم اديتهم تشويحه، ونزلت عليهم بطماطمتين مبشورين. في ناس بتحط الطماطم متقطعه صغير، بس لا، هي المبشوره بتكون احسن عشان ما يكونش فيها قشره. كده بعد ما اديتهم تشويحه هنزل عليهم بمكعب مرقه، لان انا ما عنديش شوربه، ومعلقه صغيره من الملح. وخلي بالك من الملح، لان انت حاطه مرقه دجاج، فهي هتبقى فيها نسبه ملوحه شويه، فخلي بالك من الملح. ونزلت عليهم بالميه المغليه. لو عندك شوربه ماشي، وتقدري تستغني عن اللحمه المفرومه برضو، يعني اللحمه المفرومه دي اختياري برضو. ولو عندك شوربه تحطي شوربه، وبتخلي الميه زياده شويه. يعني المكرونه ما بتبقاش زي الرز، بتزوديها حوالي نص كوبايه ميه او كوبايه الا ربع ميه زياده عن قعد الرز كده. وهنا انا نزلت عليها بعد ما اتشربت شويه كده، حطيت عليها بابريكا، معلقه صغيره بابريكا، ورشه من الحبهان البودر. ودول تقدري تحطهم في التشويح من الاول، بس انا كنت نسيتهم. وبتسيبيها بقى تكمل سواها، وهي بتبقى طريه شويه. يعني هي بتسيبي فيها ميه شويه، ما بتبقاش ناشفه زي الرز او زي المكرونه الحمراء، لا هي بتبقى طريه شويه كده. يعني بيبقى فيها حوالي ربع كوبايه ميه كده، يعني ايه، ما بتبقاش متشربه على الاخر. وزي ما انتوا شايفين كده، تحفه وسريعه وسهله، وتقدري تعمليها في ثواني. لو انت كنت متاخره في الغدا او جايه من بره او كان عندك مشوار وما لحقتيش تعملي غدا، فدي سهله وسريعه وفيها كل المكونات الغذائيه، لان فيها الفلفل الالوان والبصل والثوم وفيها اللحمه المفرومه وفيها المكرونه. يعني فيها بصراحه كل العناصر الغذائيه. واتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. وبصراحه تحفه ولازم تاكلوها سخنه، يعني تغرفي كده وتاكليها على طول. هي بتتعمل بالظبط في 10 دقايق، ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق. واتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوها، وبجد كانت لذيذه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.